ركز معايا. الجير، الحقيقه ان الجير هو السبب الرئيسي لمشاكل كتيره قوي ولبلاوي كتيره قوي. الجير ده بيبقى عامل زي بلوك حجاره كده داخل ما بين السنان وما بين اللثه والعظم. طول ما هو موجود وطول ما هو بيتراكم هو عمال يضغط على العظم، فالعظم بيبدا يتاكل وينحل ويسحب معاه اللثه. فده بيؤدي ببساطه ان الجذور بتاعه السنان تنكشف. طيب لما تنكشف ايه اللي هيحصل؟ رقم واحد حساسيه شديده في السنان. رقم اتنين ان الباقي من الجدر جوه العظم بيبقى قليل، فشويه بشويه السنان دي بتبدا تتحرك وتتلخلخ، وكمان في حالات السنان دي بتقع لوحدها. ده كله بسبب الجير وان الجير ما بيتنضفش. طيب نعمل ايه في الموضوع ده؟ رقم واحد الغسيل بشكل منتظم. الغسيل بشكل منتظم والاهتمام بصحة السنان والفرشة والمعجون ده شيء مهم وأساسي جدا. مرة قبل النوم اللي هي آخر حاجة بعملها قبل ما أنام، ومرة بعد الوجبة الرئيسية بتاعتي بحوالي نص ساعة كده. طيب دول أهم مرتين للغسيل بالفرشة والمعجون. برضو طب أنا باكل سناكس كتيرة طول النهار، بنقنق بتاع مش عارف إيه، خلي معاك سواك بعد كل اكل بمشي بيه بسرعه على اسناني كده برضو بشكل فيرتيكال كده. ينضف لي السنان ويمنع تكون البلاك الابيض عليها اللي بعد فتره بيتحول لجير صلب. كل 6 شهور تروح لدكتور السنان بتاعك يبص لك على اسنانك، يتاكد ان مفيش تسوسات جديده ويشيل لك الجير اللي موجود. خرافه بقى ان انا لما بشيل الجير بيحصل مشاكل في السنان، ده مش صحيح. هو الجير هو اللي عامل مشاكل في السنان، فاحنا لازم نشيلها او نشيله قبل ما المشاكل دي تكبر وتعمل لي مشاكل اكبر ونفقد السنان دي خالص. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز ماسك طب الاسنان. لو عندك اي اسئله او استفسارات سيبها لي في الكومنتس ونرد عليها باذن الله. سلام.